احمد عفيفي قال تصريح حلو قوي، بس التصريح ده كارثي لنادي الزمالك. بيقول لك احنا بنلعب كوره علشان الشارع يبقى مبسوط، مش من اجل التنافسيه. طالما انتوا مش فارق معاكم التنافسيه، قرفنا وخوتين دماغنا ليه؟ وعايزين تنسحبوا وتاجلوا ليه؟ ما انت كده كده مش فارق معاك البطوله، يهبل منك ليه؟ اللي يقهرك بقى ان بعدها على طول صفحه كبيره من صفحات الزملكاويه على البرنامج الازرق خدت التصريح زي ما هو مكتوب قدامك كده، وبيقول لك التصريح ده عظيم قوي. ما انتوا اللي موقعين النادي بتاعكم يا ابو راس بخاخه منك ليه؟ عشان انتوا اخركم تنبسطوا بلعبه حلوه بكوره حلوه، انما ما بيفرقش معاكم بطولات. المشكله ان هم عندهم حول في الملعب وعندهم حول كمان في تصريحاتهم، لان الكلام اللي قالوه ده بياكدوا كلام سيد عبد الحفيظ. لان سيد عبد الحفيظ في البرنامج بيقول ايه بقى؟ بيقول هقول كلام ما حدش يزعل مني فيه. اخر 10 15 سنه ما بقاش في تنافس بين الاهلي والزمالك، بقى في حاجه اسمها القدره والرغبه. فريق عنده القدره وبينافس وبينجح وبياخد بطولات، وفريق عنده الرغبه بس ما عندوش القدره انه ينافس. هو نفس